السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة وسعادة. أرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وصفتنا النهاردة بعيد عن الأكل والمطبخ، ولكن مفيش ست بيت بتستغنى عنها في المطبخ، وهي الصابون البلدي أو الصابون القطع. مفيش ست بيت بتستغنى عنه في الغسيل أو في المواعين أو في المطبخ عموما. تمام. هنعمله النهارده من الزيت المستعمل. أي زيت مستعمل عندك انت بتحطيه في ازازه زي دي وبتحوشيه. تمام. زيت قلية بانيه، قلية بدنجان، قلية سمك، اي حاجه بتقليه بيها، وبدل ما ترميه بتحطيه في ازازه زي دي. تمام. اول حاجه هنسمي الله. عندي هنا كوبايتين من الميه من مغلي البرتقال، قشر البرتقال مع الليمون. يعني مثلا احنا حاليا دلوقتي في موسم الشتاء، بيبقى متوفر قشر البرتقال وقشر السفندي والحاجات دي. ممكن بتجمعي القشر ده وبتغليه في كوبايتين ميه وبتسيبيه لحد ما يتهرى، علشان تحصلي على الزيت اللي في قلب القشر بتاع البرتقال او الليمون. تمام. بتغليه في كوبايتين ميه وبتصفيه وبتسيبيه لحد ما يبرد تماما بالشكل ده. تمام. تعالوا بينا نشوف بقى الخطوات اللي بعد كده. طبعا ميه قشر الليمون والبرتقال ما بنشتغلش بيها الا لما بتكون بارده خالص. تمام. لكل لتر زيت مستعمل بتستعملي 8 معالق من البوتاص، يعني بمعادل كوبايه ونص. تمام. او كوبايه ونص ومعلقه. البوتاص ده طبعا اللي هو الدبوشار، طبعا في الدول التانية، او اللي هو مع احترام لحضراتكم طبعا منظف البلاعات. عندنا في مصر هنا معروف بالبوتاص. تمام. هنزل ب8 معالق من البوتاص. ده بيبقى الشكل بتاعه شبه قشور جوز الهند. بس يفضل لما تكوني بتعملي الوصفه دي تكوني لابسه جوان تكوني لابسه كمامه، ويفضل ما يكونش معاكي اطفال، لان الغاز اللي بيطلع من البوتاص مع ميه قشر البرتقال بتضر الصدر تماما. فيفضل انك تلبسي كمامه لو انت من صاحبه، يعني ربنا يعافينا جميعا، حاجه في الصدر او حساسيه او ربو بعد الشر عنكم او اي حاجه من دي، يفضل تلبسي كمامه وما يكونش معاكي اي اطفال. تمام. هنسمي الله وهحط 8 معالق من الدبوشار من البوتاص في قلب الميه. بسم الله. طبعا انا حطيته. طبعا هيطلع دلوقتي يعني فيه بخار كده هيطلع منه. طبعا يفضل ان ما يكونش حد موجود من الاطفال جنبك، ويفضل طبعا ان كل الاواني اللي تستعمليها، شايفين البخار اللي بيطلع منه، يفضل ان كل الاواني اللي تكوني بتستعمليها تكون بلاستيك، ويكون حاجه خشبيه زي دي كده، لان البوتاص بيأثر جدا على الالومنيوم. تمام. طبعا انا هقلبه كويس قوي وهسيبه لحد ما يبرد تماما. مش هقدر اشتغل فيه الا لما يبرد تماما. تمام. طبعا انا بسيب البوتاص بالميه يهدى خالص، وهنا هصفي الزيت. طبعا عندك حل من اتنين: يا اما تجيبي سلكه مواعين من اللي بتغسلي بيها المواعين تكون لسه مستعملتهاش تصفي بيها الزيت، او لو عندك فردة شراب قديمه مش محتاجاها ممكن تصفي بيها. تمام. بس انا صفيته بفردة الشراب من قبل ما احطه في، يعني من قبل ما اظبطه في الازازه دي، وبعدين برجع اصفيه تاني على مصفى صغيره زي دي عشان لو نزل فيه اي حاجه انا ما شفتهاش تحوشه. تمام. بس انتي لازم تعديه لو هو محروق قوي او مش مظبوط، يعني ما هوش مظبوط معاكي، يعني محروق قوي وفيه حاجات متكتله فيه، لازم تصفيه علشان ما يبقاش الصابونه معاكي محروقه، تبقى بيضه وشفافه وتبقى ناعمه. تمام. هنا انا صفيت الزيت تماما بقى بالشكل ده. طبعا العلبه دي انا بستعملها للصابون السائل، عشان مفيش حاجه تانية تتبهدل وكده. تمام. طبعا انا هبدا انزل بيه واحده واحده على البوتاص لما اتاكد ان البوتاص برد خالص. قبل ما انزل بالزيت على البوتاص عندي الاول معلقتين كبار من السكر. بسم الله. هنزل بيهم. وطبعا كل ما هضيف مكون هقلب كويس علشان يدوب معايا. تمام كده. انا ضفت معلقتين من السكر، هقلبهم كويس. بعد ما قلبت السكر، السكر بيدي نعومه للصابونه وبيخليها معاكي ترغي كويس. تمام. وهنزل كمان بمعلقه كبيره من الملح، وهنزل كمان بمعلقه من بيكربونات الصوديوم. تمام. وبرضه هقلبهم كويس قوي علشان يدوبهم قبل ما اضيف الزيت. الاضافه اللي بعد كده هنزل كمان بمعلقه ملح ليمون.
وبرده هقلب كويس. كل ما هضيف مكون هقلبه كويس. تمام. طبعا الملح اللي بتاع الاكل بيخلي كانه ماده حافظه بالظبط للصابون. ملح الليمون طبعا معروف في النظافه. تمام. فبنضيفهم الثلاثه مع بعض بحيث تاخدي قوام صابونه يكون جميل، وفي نفس الوقت تاخدوا منها نعومه. بعد كده هنزل بالزيت. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين القوام بيتغير تماما واللون بيتغير تماما بعد ما بتنزلي بالزيت. تمام. تفضلي تقلبي. طبعا بتقلبي يعني ممكن تقلبي 3 دقايق ولا حاجه وتسكتي دقيقتين وترجعي تقلبي تاني. تمام. لحد ما القوام هيتقل معاكي بالشكل ده. شايفين ما شاء الله القوام بدأ يتقل ازاي. بعد كده هنزل بمعلقه كبيره من الخل. طبعا الخل بيمنع تحسس، يعني ان هو يحرق في ايديكي، وفي نفس الوقت لا قدر الله لو نطر عليكي حاجه من الخليط ده تقدري تمسحيه بمسحه من الخل. هتبقى الدنيا تمام، والمكان اللي نزل على النقطه دي هيهدى شويه. تمام. شايفين ما شاء الله القوام تقل ازاي. طبعا كل المكونات بتبقى بتشتغلي بها على البارد عشان تصبن معاكي بسرعه. اخر مكون هننزل بيه هو كوبايتين من الصابون السائل. بسم الله. طبعا بتقلبي كويس. طبعا ايد بتصب وايد بتقلب. تمام. بعد ما ضفت الخل وقلبته كويس طبعا بدأ يربط معايا بالشكل ده. عندي هنا علب زي دي مثلا وزي دي. تمام. فانا هنزل بالخليط فيهم. تمام. طبعا ما شاء الله هو عملت معايا الكميه دي. تمام. طبعا هي دلوقتي اوريدي، يعني شوف ما شاء الله بدأ يتصبن، بدأ يمسك خالص. طبعا هو كمان ساعتين وهيتقطع. تمام. بس انا هسيبه لحد ما ينشف خالص لان هو بياخد مده على ما بينشف. بس انا برضو اول ما ينشف على طول هقطعه وهجربه مع حضراتكم. تمام. طبعا هنا الصابون نشف معايا، هنقطعه مع بعض. بسم الله. طبعا تقدري تقطعيه الرسمه والشكل اللي انت عايزاه. تمام. طبعا هي بتبقى جميله جدا ما شاء الله، بتبقى رغوتها عاليه بشكل، يعني هتشوفي بنفسك وجربي. رغوتها بتبقى جميله وبتبقى عاطيه ملمس ناعم للايد بعد الاستعمال. تمام. هنقطعه بالشكل ده. شايفين ما شاء الله، شايفين كميه الصابون. طبعا ده بأقل من لتر زيت، كمان لتر الا كوبايه. شايفين ما شاء الله عملت كميه قد ايه. طبعا ده هينشف معايا، بس انا هختبره معاكم دلوقتي للرغوه عشان تعرفوا قد ايه الصابونه جميله وناعمه وبتنضف. عندي هنا طبق وفيه السلكه، وهاخد صابونه. بسم الله. طبعا عندي هنا الكسرونه زي مكان اللبن. هبدا ادعكها مع بعض. تعالوا بينا نشوف الرغوه. بسم الله. طبعا هي الصابونه لسه ما نشفتش قوي. تمام. شايفين الرغوة. تعالوا بينا ندعك الصينية مع بعض، الكسرونة مع بعض. بسم الله. شايفين الرغوة؟ شايفين ما شاء الله. طبعا هي لسه هتنشف كمان، وكل ما هتنشف كل ما الرغوة بتاعتها هتزيد
معانا. شايفين شكل الرغوة عامل ازاي؟ شايفين الكسرونة ما شاء الله جميلة جدا وبتلمع. شايفين؟ ما بالكم بقى لما لسه هتنشف كمان. ما ترميش الزيت المستعمل، استعمليه، حوشيه واستعمليه بالطريقة دي، هيبقى معاكي جميل جدا وهيرمي معاكي كمية صابون زي ما انت شايفة كده. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص. اتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في حفظ الله. السلام عليكم.